السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبروك أخواتي، إن شاء الله كي يوصلكم لا فيديو كامل تكونوا بخير ومهنين وبأحسن الأحوال، وباش ما تمنيتوا عواشركم مبروكة. اليوم كيما راكم تشوفوا جبت لكم تحضيرات رمضان، يعني بعد المقتطفات ما كان حتى وصفة، يعني غير بغيت نشارككم تحضيرات التوعي. هنا كيما راكم تشوفوا يعني وجبت لكم كاع كيما هنا الوصفه هذه تاع الجبن، يعني الطريقه ولا اروع البنات. اذا كان بغيتوا بارطاجي معكم الوصفه، يعني دايره عده اذواق تاع الجبن هذا، يعني الاذواق والاشكال. دايره كيما راكم تشوفوا بالزبيب بالمعدنوس بالثوم، يعني الفرماج هذا ولا اروع البنات. يعني تقدروا تستعملوه رمضان، يعني يصلح كما نقولوا للسحور، يصلح كل واحد واش يتسحر وكل واحد واش ياكل. انا صراحه هذا نبغيه ونبغي ناكله في يعني خير من الماكله. احنا كما في العائله تاعي ما نديروش الطعام ولا عفايس اخرى، هذوك الطعام ولا كاش عفايس نديروهم حسنا في السنه، يعني للسحور تاعنا نتسحروا واش فطرنا، يعني واش حطيت في الطابله في السحور وفي الفطور نعاودو نولو نفطرو. صافي درت هذا، قلت علاش لا، يعني الانسان ينقص من الدهون وكل شيء. قلت ما علاش لا، يعني اللي يبغي ياكل هذا تاني زياده. يعني مام الاذواق مختلفه وجا شباب بزاف بزاف. الا كان بغيتوا الوصفه بارطاجيها معكم، يعني ولا اروع صراحه. كاين درت تاع الثوم كيما راكم تشوفوا، وتاع المعدنوس، ودرت بالزبيب، يعني تاع بالزبيب جا شباب، يعني كامل جاو شابين والاذواق تختلف. يعني الا كان بغيتوا الوصفه اي وصفه نشاركها معكم، يعني هنا مانيش ماشي غير وصفه، يعني دايره الوصفات يختلفوا. فهمتوني البنات؟ الا كان بغيتو بارطاجي معكم ان شاء الله، يعني تستفادوا من الوصفات اللي نحطهم لكم. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي شاركينا في روتينات وشاركينا في المجمد، دوك ندير لكم لا فيديو ان شاء الله هذا اللي مورا هذا ولا اللي بعده نبارطاجي معكم واش راني مخبيه في المجمد. ما كاش مشكل البنات، يعني مساله وقت. هذا ما كان كيما تعرفوا انايا شويه على حسب الكوستو، كي تبان لي نصور ونبارطاجي، كي ما تبانليش ما نبارطاجي ما نصور، ما ندير اي حاجه ما نصورهاش. يعني انايا على حسب الكوستو تاعي. ما اللي يبغى هكا تبغى تمدوا الحاجه ولا ديروهم في لي بورطمونجي. انا هنا ملويته في بابي سيروفان وحطيته كامل في بورطمونجي كبيره، حطيته في الفريجيدير، يعني ما يفسد ما والو. وهنا كيما راكم تشوفوا احنا نديروا التحضيرات. راني نقي الدجاج، انا يعني صراحه ما نبغيش نشري يعني الحاجه ونخبيها بزاف في المجمد، لا يعني ما نفضل صراحه، ما نفضلش بزاف. ما كاين حوايج اللي كاين نشريهم ونبارطاجيهم معاكم نستعملهم ومن بعد عاده ونعاود ندير. هنا الدجاج كما راكم تشوفوا انا صراحه نبغي نشوطه ونقيه مليح مليح، كل واحد والطريقه تاعه في الخدمه تاع الدجاج. وكاين والله العظيم كاين اللي الدجاج كيما هكا يشلوه بالماء ويرموه في القدر او في الكيكوطه، وكل واحد وكيفاه. انا صراحه يعني كل واحد وكيفاش. سيرتو هكا كيما البنات المبتدئات راح يستفادوا صراحة. هنا كيما راكم تشوفوا نقلع له الجنحة نتاعو، نقلع له هذاك اللي يجي في التالي داك شوية تاع ما نبغيش نخليه هنايا، وكل واحد وكيفاه. ونشوطو انا الدجاج تاعي نشوطو ونغسلو مليح مليح البنات. هنا بين قوسين يعني بغيت نصيحة للأمهات، يعني أي وحدة عندها بنتها ولا ولدها يقرأ في الليسي ولا في السيام ولا في البريم، يعني فين ما يقرأ، ماذا بكم خواتاتي ما تسيو ما تعطوهمش لي بورطابل يدوهم معاهم، يعني من الأحسن تتفادوا المشاكل. كما تعرفوا دوك راه الخيانة كاترة، يعني والله واحد الخلعة اليوم لا يوريها حتى المؤمن. واحد الطفل مسكين يقرأ في السيام، جا بكري خرج بكري وقاعد يكونيكتي، علاش ما يجوش زوج تاع ليجان في الموطو يضربوا له البورطابل ويعطوه طريحه. واحد الخلعه داك اللي شي المثل على لا يوريها حتى من صباح ربي. على خاطرش علاش الشي هذا نمشيو نقولوا للوالدين ماشي للطفل، يعني الطفل مازال ما يعرفش من الوالدين. علاش كي تشوفي ولدك ولا بنتك خواتاتي ماذا بيكم ديروا وقت اللي يروح يقروا فيه ولادكم، يعني ماذا بيكم ما تقدموش الوقت، ديروا لهم الوقت نيشان. علاش انا نزفت ولدي ولا بنتي تقعد عند الليسي؟ انا ما نبغيش كيما هاك. انا وليداتي من الاول تال التالي دارت لهم الوقت قانون، والوقت اللي كان يمشي فيه الكبير يمشي فيه الصغير ويمشوا فيه كامل، يعني على حساب المسافة. يعني فاش الوقت اللي يتبدل على حساب المسافة.
8 قل 20 تساعدني كيما انا 8 قل 20 ل 8 قل 10 قل ربع تساعدني انا. هذا هو التوقيت اللي نزيفط فيه. ما نزيفتش انا 7:30 ولا 27 ولا اختي الحيه ما تعجب خواتاتي. الخيانه راهي كاتره. داك النهار تاني ما عندهاش حتى 20 يوم واحد المراه في الطريق تمشي، علاه ما يجيش واحد ويفقعها واحد الفقعه على البورطابل. صاب عندها داك البورطابل حطبه كيما صاب واش ما يديش عندها، قالها علي الخمار. انا صراحه والله كنت يعني حوايجي ما نقلعهمش، مي دوك صراحه والله وليت نقلع كل شيء. كي نجي خارجه الخاتم التاليه تكون في يدي نقلعها، ما نخلي حتى حاجه فيا. نخرج هكا اختي نخاف. شت بعيني يا مسكينه المراه، ما كاش اللي يهضر وما كاش اللي يسلكها، والله واحد لا داها فيها. قلعت علات الخمار، قالها علي الخمار، علات الخمار، قلعت المناقش وقلعت السنسله وداها وراح والناس تتفرج. يا اختي الخيانه راهي كاتره هادو الايام، الله يستر مع الله يحفظ اخواتاتي. انا كيما راكم تشوفوا الدجاج تاعي بعد ما شوطته مليح مليح ونقيته كيما راكم تشوفوا. ودوك نزيد لكاش باقي فيه كاش ريشه وكاش. كاين اللي ما ينقيش الجواش، كاين اللي ما ينقيش الدجاج تاعه مليح، يعني تقلعوا له كاع داك الشيء اللي زايد. هنا كيما راكم تشوفوا هذه الدجاجه خليتها كومبلي، قلعت لها غير ديك الحاجه، ديك الحنجره ولا ما شافها كيفاش، كل واحد كيفاش يقول لها. هنا لي كويس كذلك دوك نقسمهم على زوج، يعني كل حاجه نحطها في جهه، يعني لي كويس وحدهم. والدجاجات هنا كيما راكم تشوفوا خليت بغيت نخلي زوج مصورين، ما بغيتش نقسمهم. غسلتهم انا الدجاج تاعي، غسلته البنات 3 مرات، غسلته المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. نتوما الا عندكم تبغوا ديروا القارص ولا الخل، يعني الشيء اللي عندكم، وديروا الملح وديروا شويه تاع سكنجبير. واللي تبغي كذلك دير الفارينه، الفارينه غير باش الدجاج تاعكم يبيض، باش يولي يبيض ويولي شباب يجي عاطي للعين. واللي تبغي ما ديرش عادي. وتولوا الدجاج تاعكم صفوه مليح ونقوه مليح. بعد ما انا هنايا ما غاديش نخبيه كيما هاك، لا. واحد الوحده قالت لي كي ندير الدجاج كي نقيه كل شيء يولي يدير لي الريحه. علاه يدير لك الريحه اختي؟ لخاطرش ما راكيش تقطريه مليح، خليه يديروا في الكساكس وخلوه يقطر مليح مليح، على الاقل ساعتين ولا 3. ولا جيبوا الكيس بلاستيكي وحطوا يعني في اي حاجه ولا في بوخت مونجي، وخبوا الدجاج تاعكم في المجمد. نتوما اكيد كي تخبوا الدجاج ما غاديش تخبوه به بماء، كي تخبوه به بماء يدير الريحه البنات. فهمتوني على بها. نقول لكم صفوه مليح مليح، خلوه يقطر مليح مليح 2 سوايع ولا 3. الا خفتوا يدير لكم الا كان الحمان حطوه في الفريجيدير، ديروا فيه كساكس وديروا باسينه تحطوه في الفريجيدير، خلوه يقطر مليح مليح حتى ينشف الدجاج تاعكم. وولوا حطوه في المجمد تاعكم. انا ما شاركتكمش الدجاج كي حطيته في المجمد. دوك لا فيديو اللي مورا هذا كي نشارككم ندير لكم جوله في المجمد ان شاء الله. بالنسبه للانستغرام تاعي البنات راني نسيت ما بارطاجيتش معكم، دوك نقول لكم نبارطاجيه لكم في لا فيديو هذا باذن الله. اسم الانستغرام نفس اسم القناه ونفس الفوطو، يعني لا فوطو اللي دايرتها في القناه هي اللي دايرتها في الانستغرام ونفس الاسم. هذا ما كان كتبته بالفرنسي الانستغرام تاعي. اللي تبغي تواصل معايا مرحبا بها، لاخاطرش الانستغرام الاخر مانيش نخدم به، اللي كنت بارطاجيته معكم من قبل البنات كانوا يتواصلوا معايا به. هنا كما راكم تشوفوا كذلك شاركتكم تحضيرات من تحضيرات تاع سلطه الجزر، يعني راني درت معكم الوصفه مي هنايا، يعني جبت لكم بعض المقتطفات. هذا ما كان كما راكم تشوفوا الزروديه والحار والزيتون والمعدنوس، يعني هادو كل شيء رحيته في الاشوار البنات، وضفت لها الملح والثوم وعصير عصير الليمون وزيت زيتون وتوابل، يعني التوابل درت سكنجبير وشويه تاع راس الحانوت الكيري، ماشي راس الحانوت، انا نخدم بزاف بالكيري تاع الدجاج، يعني يعطيها واحد البنه ولا اروع البنات، يعني صراحه تجي شابه بزاف بزاف. وسيرتو الاخوات اللي تبغي الحار ولا يعني تحطوها ديروها في كيما نقولوا في بلارات وتخبوها، كي تبغوا تسحقوا تبغوا تجبدوا مام كيما نقولوا تذوقوا الحباب كذلك. يعني انا صراحه كي ندير يعني ناكل ونمد في سبيل كل شيء في سبيل البنات. كي يدير كونتيتي كبيره يعني يمد الحباب تاعو لا فاميلي اللي قراب ليه اللي جوارينه، يعني كل واحد وكيفاش. هذه الوصفه هذه ولا اروع البنات. انا هنايا الوصفه هذه ما يمكن ندخلها حتى في لي صوص، والله غير تجي روعه البنات. يعني كي ديروا اي صوص تكون عندكم لا صوص، يعني اي صوص تاع روز ولا يعني ساير ليام ولا مقارون ولا سباغيتي، تنجموا ديروا دوك المغرف ولا زوج في لاصوص وتدخلوها، ولا ميم لاصوص تاع البيتزا
يعني صراحة كي تذوقوها وتجربوها نتوما تعرفوا فين تستعملوها كاع في لي صوص وفي الصوالح اللي تستعملوها فيهم. هنا كذلك كما راكم تشوفوا جبت لكم تاني طريقة تاع تحضير التفاح. يعني التفاح راني دايره معكم مصبر، وراني شاركت معكم الوصفه هذه، غير بغيت نفكركم وغير بغيت البنات اللي دخلوا جدد اللي ما شافوهاش يشوفوها. يعني هذه تستعملوها طاجين، يعني طاجين الحلو، طاجين التفاح. يعني الوصفه هذه تاني شابه بزاف بزاف، ديروها يعني سيرتو تستعملوها في التفاح كي يكون صغير، هذا ما ديروهاش في الكبير. يعني ديروها في التفاح هذا كي يكون صغير. جيبوا التفاح نتاعكم حسب الحاجه وحسب الشيء اللي عندكم. يعني انني خادمه ومخبيه، كل مره نخدم شويه ونخبيه. يعني انا صراحه نبغيه تستعملوه يعني مع الزبيب ولا مع البرقوق ولا مع الطاجين الحلو كامل، وتستعملوه كذلك بوحده. يعني ماشي شرط تستعملوه بالشيء الاخر. انا كيما راكم تشوفوا التفاح تاعي غسلته ونقيته وحطيت عليه شويه تاع ليم باش ما يكحلش. كيما راكم تشوفوا يعني كي ديروا الليم، اي حاجه ديروا لها الليم ما تكحل لكمش. كيما راكم تشوفوا. وماذا بكم تخلوا داك الغصن نتاعه، يعني ما تقلعوش البنات، يعني ضروري البنات الغصن هذاك ما تقلعوش. واللي ما فيهاش معليش، مي نتوما سيو ما تقلعوش. هنا واش نسحقوا؟ يعني نسحقوا عود تاع قرفه، شويه تاع كبابه، دوك الحبيبات الصغار، نجمه الارض انا غسلتهم. العود تاع القرفه ماذا بكم البنات تغسلوه مليح مليح وتنفضوه. هنا كيما راكم تشوفوا درت مغرفه تاع السمن، يعني ديروا سمن ولا زبده، ومغرفه تاع زيت. هذا ما كان البنات. يعني الطاجين الحلو عادي الطريقه هذه ولا اسهل. تقدروا ديروا فتي، يعني غير واحد الفتيته تاع زعفران، هذا ما كان. البنات نصح الاخوات كي تغسلوا القرفه نتاعكم يعني غسلوها ولو قعدوا تنفضوا فيها، يعني تخبطوها مليح مليح كاش حاجه، ولا يعني كما تعرفوا العودان تاع القرفه يدخلوا فيهم، تخافوا كاش حشره ولا كاش حاجه. وديروا كبابه، انا ثاني الكبابه نديرها، يعني الكبابه حب ماشي مطحونه. وتضيفوا الكميه تاع السكر حسب الحاجه، وتضيفوا الماء. انا نسيرو راني مسحقات وراني زيت، سيرو مسحقه بغيت نستعملو كما تعرفوا. يعني كما الوصفه هذه ديروا بها البابا ولا السفيريه ولا وتسقوا كذلك. هنا ضفت المكونات تاعي كامل كما قلت لكم، مغرفه تاع زيت، مغرفه تاع السمن ولا زبده اللي عندكم، تضيفوا واحده نجمه الارض، وتضيفوا عود تاع قرفه وشويه تاع كبابه وفتيته كما قلت لكم تاع زعفران فتيته، وتضيفوا فتيته تاع الملح. دائما الملح كذلك ما غاديش نذكره لكم، دائما دائما نضيفوا اي حاجه نديروها حلوه ولا مالحه نضيفوا ديك الفتيته تاع الملح. هنا زعفران كيما راكم تشوفوا، شوفوا درت يعني فتاته كاع فتاته. انا زعفران ما عنديش هذاك تاع الكاط ولا تاع الشعره ولا، يعني عندي غير هذاك الملون. يعني درت غير فتاته. يعني كما تعرفوا الزعفران مضر للصحه، مي حنايا الانسان يعتمدوا. انا صراحه ما نستعملوش بزاف الزعفران، كاين بصح حوايج نستعملوا فيهم الزعفران. هنا كما راكم تشوفوا دوك نحط السيرو تاعي يغلي، يغلي مليح مليح. بعد ما يغلي نولي نحط التفاح تاعي، يعني ما با ربع ساعه 10 دقائق التفاح نتاعكم يكون طايب البنات، ما يديلكمش وقت بزاف. هنا كي السيرو تاعكم يبدا يغلي حطوا التفاح نتاعكم. نتوما الا عندكم التفاح كونتيتي كبيره تبقوا واش ديروا، تبقوا طيبوا التفاح. كي يطيب داك التفاح تعاودوا تصفوا التفاح تاعكم تحطوه على جهه، وتولوا تزيدوا التفاح الاخر، يعني حسب الحاجه. ولا بغيتوا ديروا كميه قليله ولا ياسر ما راكوش متقيدين البنات. يعني انا الوصفه هذه صراحه تعجبني ونبغيها بزاف، وكل واحد وكيفاش يعني يفضل الحوايج في الطاجين الحلو. هنايا هذه ما تديروا غير طاجين التفاح بوحده ديروه عادي. هنا كيما راكم تشوفوا التفاح تاعي بعد ما طاب وما برد. دوك انا واش راح نديرو في لي بواط نحطوه في المجمد. انا درت معكم التفاح الطريقه تاع التفاح المصبر، عندي التفاح المصبر وراه عندي هذا راح نحطه في المجمد. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك والبارطاج، فضلا ليس امرا. ومع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه في فيديو اخر.